مساء الخير عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف صحه وبالف خير. النهارده هنعمل الممبار، هنعمله اللي هو البوبوس دوت. قلت اجربه معاكم بطريقه جميله، وعملت جنب منه طحال، وطبعا مخلل الليمون اللي انا عملته معاكم. يلا مع بعض نشوفوا الطريقه ازاي. واهو زي ما انت شايفه هعمله معاكم، ولا جلده ولا اي حاجه، اعمله معاكم طريقه سهله. بصي السكينه اهي وظهرها، تفضلي بقى تكحتي بنفس الطريقه. واقلبه بقى على الناحيه التانية. تيجي بقى واحد تاني هعمله معاكم ده كده غير التاني، بس بقى ده باين فيه اكتر. وهو زي ما انت شايفه غسلته كويس وصفيت ميته بقى زي الفل اهو. اكون محضره الميه بتاعتي وننزل بيه على طول. وهو زي ما انت شايفه اهم حاجه تكون الميه بتغلي، وانزل بيه زي ما انت شايفه، واكون محضره بصلايه على ورق روه، فلفل حصى ممكن، وهو كل اللي عندي بصلتين مقطعاهم، طماطم هعصرها، انا بحبها معصوره واصفيها كمان، والخضره بتاعتي. كل اللي انا هعمله دوت تقليه عادي، تقليه عادي خالص. الممبار بتاعي تقليته زي اي تقليه، تقليه مكرونه، تقليه سهله. يلا مع بعض نبتدي خطوه خطوه نشوف هنعمل ايه. واول حاجه حطيت الطماطم في الشفشه، وقطع قرنين فلفل عليها زي ما انت شايفه. اكون حاطه الحله بتاعتي على النار وانزل بالبصله زي ما انت شايفه. هبتدي انزل بالبصله، انا هحاول على قد ما اقدر ما اطولش عليك الفيديو. وهي زي ما انت شايفه اهي، ما رضيتش اعملها لك من الاول عشان ما اطولش الفيديو، بس اشيلها لك لغايه اخر مرحله اهي كده تعتبر خلاص. هنزل بالشفشق الطماطم بتاعي، بس استنى عليها دقيقه واحده اهي. اهو واسيبها تتسبك مع نفسها لغايه ما تقرب تدخن، اروح حاطه. وهي بعد ما تسبكت وتقلت معايا هنزل بقى بالخضره بتاعتي اهي. الخضره بتاعتي نقعيها، وبعد ما نقعتها كويس في الميه، بعد ما نقعتها قطعتها بالشكل دوت. يعني الخضره زي ما انت عايزه كتري فيها، هي اللي بتدي طعم للمحشي. والبهارات بتاعتي ملح وكمون وكزبره وشطه حسب الرغبه طبعا. وابتدي احضر الممبار بتاعي. يلا مع بعض نعمله ازاي. وهو زي ما انت شايفه
التقليه بعد ما خلصتها، وابتدي بقى احشي. طبعا انت ممكن تقطعيه حتت صغيره اهو، ممكن تعمليه بمعلقه عادي، بس انا بصي كل اللي بعمله بقلب حته صغيره نفس الطريقه. وما تكبسوش قوي عشان ما يبقاش مليان ويتفزر منك. بصي الطريقه ديت، شفتي الطريقه دي؟ ممكن تكملي من الناحيه التانية بحيث الاتنين ايه. بصي طبعا ما طول ما ايدك نظيفه اعملي عادي، ما دي حاجتك انتي. هو المحشي معروف بالزلوطه بتاعته دي. بس بصي بعد ما اخلص نفس الطريقه احاول ايه انزل على تحت كده اهو. ماشي، الباقيين هقطعهم صغير عن كده اهو. هعمل معاكم واحده تانية. وزي ما انت شايفه خلصت كل الكميه اهو. طبعا انا لو هعمله عادي كنت هقصه كده اهو قصه صغيره واحطه كده اهو، بس انا هعمله الطريقه اللي هقول لكم عليها دوت. هعمله معاكم بطريقه جميله زي ما انت شايفه. هكون جايبه الخيط معايا واقطع كده صغيرين خالص، وابتدي اربط اول حاجه من قدام. طبعا يفضل خيط ابيض عادي اهي. نفس الحكايه، طريقه جميله وتعجب الاطفال قوي قوي زي ما انت شايفه. يبقى قد كده اهو، اكون مقطعه خيط صغير خالص على اساس ما تعبش في عميله اهي. هعمل بقيه الكميه بالشكل ده كله، هربطها كده اهوت واوريها لكم هعملها ازاي. بصي بصي وهو زي ما انت شايفه عملت كله. معلش عشان الصوت دوت، عملت كله بالشكل دوت. وهو زي ما انت شايفه بعد ما اتحمر بالشكل الجميل دوت، هحطه في طبق التقديم واوريه لكم. نزلت بمعلقه سمنه كبيره، دي سمنه بلدي، هنزل عليها ببصلايه كده زي ما انت شايفه. وزي ما انت شايفه بصلايه بالظبط جوانح، اي تقطيعه كده اهو. ممكن تستغني عن البصلايه خالص بس جربيها. وانزل بقى بالطحال بتاعي، طبعا ما عملتوش كله، نصه بس. ابتدي اقلب فيه، وهو بعد ما خلصته وعملته بالطريقه دي بصراحه طريقه جميله. وعملت جنب منه طحال والليمون اللي عملته معاكم ملحته معاكم قبل كده. جميل جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. باي.